وجبدت روحها انسحبت من بعد صح. السيزيام شنو تنجم تقول لنا على النهار اللي نجحت فيه في السيزيام؟ ما كانتش سيزيام كيما سيزيام اليوم، كانت مناظرة في مدرسة نهج الهند. كانوا ما فما فما المدرسة مقسومة جزئين للأولاد وللبنات. كانوا من باب يخرجوا الناجحين في السيزيام هزين المشعل، ومن الباب الآخر يخرجوا جماعة السانكيام. دونك يدوروا كي نتلقاو نحن اللي نجحنا نسلموا المشعل للي مشيت عداو للسيزيام. سيزيام أول مناظرة، يعني أول امتحان كبير. الخوف أكيد، طبع سكر قراو عليه القرآن يمدهولك الصباح تاكلوا، أمك ديما قدام المكتب حتى انتي تكمل. النجاح تاع سيزيام عنده طعم آخر وقتها على خاطر كانت يعني تستنى النتيجة وتطلع بالبوق، والمناظرة وطنية والناس تلوج على التميز. مش الفايدة تنجح، معناها لازمك تكون من الأولانيين، وانا قعدت لي ذيك في مخي لازم تكون من الأولانيين. معناها بعد نجحت في السيزيام ومدرسة نهج الهند، وين توجهت؟ بعد بعثونا نهج مالطا، كوليج نهج مالطا 3 سنين وقتها، ومن كوليج نهج مالطا الليسي غود مارسيل نهج مرسيليا. شنو ذكرياتك في معهد نهج مرسيليا؟ الإذاعة الداخلية، ما هي دودة ما تنحاتش. معناها الصباح الإذاعة الداخلية، تحية العالم من الإذاعة الداخلية، تنظيم الحفلات في الليسي، ولاد لافايت يعرفوا هذايا، ينعملوا رحلة، ينعملوا حفلة وقتها، ينعملوا قلاء، يعني كان حدث كبير. هذه هو الليسي. معناها تعديت سنوات ليسي هكاكا ما بين شوية أنشطة ثقافية وشوية. وعلاقتك بالمؤسسة زاد توتت أكيد. في مرحلة البكالوريا انقطعت. أنت معناها وقت اللي نجحت في البكالوريا، ومؤكد معناها اللي هي فرحتها فرحة كبيرة، نفس الفرحة اللي تضاهي شهادة ختم الابتدائي السيزيام. كنت تحدثنا على النهار هذاك، نهار الترقب متاع نتيجة البكالوريا. باهي. أنا ليتيغير، دونك عديت بالكدا، أنا في مخي عديت بالكدا ومعادلاتي باهيين وكل. أمي ديما خايفة من الشوك، برشا قراية ما نهار الامتحان ينجموا ما ينجحوش. دونك ماما اللي قامت الصباح، اسمعش بنتي عادي خذها كما هي، والله انت يعطيك الصحة. ونقولش بيك يا أخي مش ننجح، يعني دوست خايز ما فيهاش. وكي صلحت أنا وحدي وسألت حتى الأساتذة اللي قعدت علاقتي بيهم ممتازة حتى لليوم. أنا حتى معلمتي متاع السنة الأولى نذكرها لليوم، قابلتها مرة، معناها علاقتي قعدت باهية بالمكتب والليسي، والتلميذة نجيبة. بعد بابا كان متأكد أنا باش ننجح، كان شيري الحلو. أمي مستريس، أمي قعدت لها لليوم كل ستريس تغسل صابون. ماما تحيل ماما كل ما عنا نتيجة عرس لطف عليكم كل مرض، عرفتك اللي تحط طاقتها كل في الصابون باش تخرج من الستريس اللي هي فيه، حتى صابون وساكته ما قاطعت شيء. بابا كان الله يرحمه كان متاكد لي انا ناجحه، هذا الجازوز والحلويات. انا كنت مع اصحابي نستناو في النتيجه بالبوق، يلزم تسمع اسمك كل ادميز ولا ادميه، ذيك حاجه من وراء الاقل. دونك مشيت ليسي، وصحابي اللي معايا وقتها لليوم مازالوا صحابي، كيما حنان بن يوسف كانت تتفرج، كيما كريم بن جميع، كيما هادية جوادي، برشا قعدنا كونتاكت. دونك عيطوا بالبوق ونجحنا الحمد لله. روحت للدار، بابا كان متأكد لي أنا نجحت، يعني متأكد. أمي مسكينة ولدت تبكي خاطر كل رات غسرة متاع نهار كامل. أول باك زيادة في العائلة، أول باك في العائلة، حتى العائلة الكبيرة معناها أول باك في العائلة بالنسبة ليهم حدث. أنا عادي الحقيقة، معناها المش عادي كان ما نجحتش يمكن يبقى لي في البال، ما عادي في العادي الباك مش حاجة. أنت على ذكر قلت أنت تتذكر حتى المعلمين والمعلمات. نحن في لحظة كما هذه هي فرصة باش نحييو المربين اللي معناها مريت معهم من الابتدائي حتى المعهد نهج مرسيليا. معناها شكون من المربين اللي انت تتذكرهم وتحب توجه لهم تحية؟
الكل نحب نوجه لهم تحية ملي نذكرهم، وحتى لليوم يسمعوني في الإذاعة يبعثوا لي على الميساجري، مثلا سي المنصف ويشكا اللي هو كان أستاذ عربية نحيي برشا، سي حمار أستاذ عربية زيادة، مدام هيلا برقاوي ولا بالقروي كانت أستاذة متاع أنجلي، قعدت علاقتي بها معاها، مدام السيت تاريخ وجغرافيا، ولد مارسي أو واحد من الكيب ولد مارسي مازال يذكرهم. أنا فما مديرة متاع المعهد قعدت في بالي برشا وتعلقت بها معناها في العامين اللي هي مديرة، اللي هي مدام بالصادق، منيرة بالصادق اسمها، تذكرها ولا؟ كانت صعيبة، هي متعبتش ياسر، من كتاب الثقة في الباب فماش هذه فلسفة بتاع منديلة محلولة ولا شوية بريان، وقتها ما كناش نمكجوا كيما تو، يعني هي عندها ياسر كاريزم وكنت تشجع كي إذاعة وحفلات وكل، ما تتكلمش برشا، ما كانت تغزر لي غزرة فيها كبرشا استيم، فهمت؟ حبيتها المديرة ذيك، حبيتها لدرجة أني نسأل وقت عيد ميلادها مش نهزلها كادو تلموم مرا محلاها، وحتى كي خرجت من الليسين بعد وتخرجت أنا وكل مشيت طليت عليها سمعت بها مريض، نحبها برشا، ما نعرفش، تحية عندي لها، نحوها إحساس خاص. تحية، نضم صوتنا لصوتك ووجه لها تحية. إيه التوجيه بعدين حبيت بسيكولوجي الحقيقة ولا أنجلي، واحدة من الاثنين، وحبيت نحطهم هما معناها. وعلاش البسيكولوجي وعلاش الأنجلي؟ بسيكولوجي على خاطر كان عندك اهتمام برشا، سواء الروحي ولا للي قدامي، خاطر الناس اللي دايرين بيك حتى راو القراب ليك، حتى اللي في داركم، وديما تنجم تفهمهم، وكي تحبهم ديما تحاول تلقى لهم أعذار تلمو تحبهم. تقول فما جانب نفسي في الحكاية هو اللي يتحكم في سلوكنا. صحيح. نحب نفهمه، نجم تفهم ممكن كي تقرأ بسيكولوجي، ما مشيت صحافة بعد.